قصب كده العود يبقى راجل. ايوه. دي رحاب، وهي مش مجرد جايد شاطرة في اسنا، دي ستوري تيلر عبقرية. احنا هنا في معبد اسنا او معبد اله خنم. بتعرف تخليك تشوف الحجر بهمتك بلهجتها الجميلة، لا الجميلة بقى نسب وزميله جدا. وروحها الصافية بتخليك تحس انك مش في رحلة سياحية، لا انت في ضيافة اهل البلد بجد. احنا لحد الان اي واحده حابه تشوف نفسها على الثانيه بيقولوا انت فاكره نفسك ورده باشا. عبقريتها في انها مش بس حافظة تاريخ بلدها، دي فاهمة ازاي تحبب الناس في المكان. شطارة وذكاء في الترويج لإسنا عمري ما شفته قبل كده. انا رحت إسنا كذا مرة، وهي كل مرة بتنزل معانا بنفس الشغف والحب، تلففنا وتورينا كل مكان في إسنا بأحسن صورة. دي خاصة بالسيدات ودي خاصة بالرجال. رحاب بنت بجد تشرف، تابعوها لانها تستاهل، والبلد دي محتاجة من روحها وشغفها كتير. وشكر كبير لشركة تكوين على المجهود اللي عملوه في إسنا عشان خلونا نشوف اهلها اللي زي العسل دول. قوي جوي لا 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 اسمع يا رحاب، الحقينا في الأقصر يا رحاب. كده هنخش على شغل بعض، ما ينفعش. صح